وحيدا في الصدارة برصيد 40 نقطة بعد فوزه على أسوان في أسوان 3-0. ايه يا جماعة، مش قعدتوا تقولوا خلي بالكم من التماسيح والتماسيح هتلتهم النسر وغدا ألقاك ومش عارف ايه؟ اخر مرة الهاني سليمان قال غدا ألقاك بلع برضه هو كمان. فبلاش يا جماعة اي فرقة هتقابل النادي الاهلي تقول له غدا ألقاك يا جدعان. النادي الاهلي الموسم ده يعني يفتح مدرسة تلاتات، يعني طول الموسم يا جماعة تلاتات كده. ايه يا كولر في ايه؟ انت نفسك مفتوحة بس للمحلي ولا ايه؟ شكله كولر كده يا جماعة بتاع محلي بس. يعني النادي الاهلي بيفوز على اسوان 3-0. سجل الهدف الاول ابننا كهربا وبعدها اتحسد اتصاب، يعني ان شاء الله تكون اصابة بسيطة. والهدف التاني عبد القادر العالمي، والهدف التالت قفشه. الواحد متضايق وهو بيقولها، بس قفشه سجل الهدف التالت يا جماعه وراح تاني للجمهور وحط ايده على دماغه اللي هو بيعتذر. انا نفسي يا قفشه اقسم بالله احنا اللي نعتذر لك في مره يا اخي. يعني لا بلاش تستعبطني. انت المره اللي فاتت استعبطتني وخدت بالقفا على قفايا، والله العظيم خدت قفا عنب يا جماعه. لا المره دي مش هسامحك يا قفشه بصراحه. يا عم نشوفك كده، يعني عايزين نحس ان انت خطر لاي فرقه بتلعب قدامنا. يبقى اللاعب اللي اسمه قفشه ده يعني المدرب يطلع يصرح يقول لك اللاعب ده انا برتاح لما بيطلع مش عارف ايه. انقذنا يا قفشه، اي حاجه كده يا اخويا والله، يعني هنحبك والله. يا حتى لو طلعت ايه يعني اسوأ حالاتك هنقول مثلا رصيده يسمح، انت رصيدك يسمح عشان القاضية طبعا يعني، بس ولكن يا قفشه احنا عايزينك يعني ترجع لمستواك كده، ترجع القفشه بتاع القاضية كده يا قفشه، هنحبك والله العظيم. والحمد لله على فوز النادي الاهلي، والنادي الاهلي يتصدر جدول الدوري وحيدا يا جماعه. وغريمنا عمال ينزل كل يوم عمال ينزل. ما هو مش معقول يا زمالك كل يوم هننزل نشوفك في الدوري وانت عمال تنزل كده. ولسه وشكل الدوري كده السنه دي اهلاوي. الحمد لله على الفوز.